بعد اتهام أشرف حكيمي بتهمة الاغتصاب تزامنا مع حفل ذا بيست. اللاعب المغربي الدولي أشرف حكيمي تجاوب على التهم موجهة إليه. على حسب ما جاء على صحيفة ماركا الإسبانية، اللاعب أشرف حكيمي نكر ونفى ديك التهم والأقوال موجهة إليه، وقال السيدة غالطة 100%، ونتسناو القانون والتحقيقات شنو غادي تبين لينا. اللاعب أشرف حكيمي مساء الاثنين ظهر مبتسم ومرتاح نفسيا خلال حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم لجوائز ذا بيست في العاصمة الفرنسية. وأفاد مراسل صحيفة ماركا في باريس كان هادئ نفسيا مرتاح على خليفة التهم المزعومة الموجهة إليه واللي جاته مع حفل ذا بيست. وفتح مكتب المدعي العام تحقيق في قضية اغتصاب تستهدف اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي، اللي أثار انتباه والالتفات في هذه القضية ديال اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي، أنه ختنا في الله اللي تدعي أن اللاعب قام بالاغتصاب ديالها والاعتداء عليها، أنه ما بغاش ترفع عليه دعوة، في حيث أنه المحققين خدامين على الملف لتم تجميع الأدلة حسب الأقوال ديال الفتاة. وعلى حسب ما جاء في الأقوال ديال الضحية أنه اللاعب تعرف عليها في مواقع التواصل الاجتماعي، وبالضبط في انستغرام 16 يناير الماضي. ومن بعد 9 ديال الأيام ديال التعارف ما بين حكيمي والبنت، قررت البنت أنه تجي المنزل ديال أشرف حكيمي في الليل، وبالضبط على سيارة أوبر اللي طلبها حكيمي باش تجيبها وتوصلها عنده. ولكن الأمور خرجت على السيطرة في الدار ديال اللاعب أشرف حكيمي، وبغى يجردها من الملابس ديالها ويتعدى عليها، وقدرت تغلب عليه وتهرب منه. اسمح لي. العربي عاود نضلق طلع. ولكن بلاتي كيفاش قدرات أنه تهرب من أحسن ظهير أيمن في العالم؟ وهذا عليا شوفوا ونتسناو شنو غادي يصدر في قضية أشرف حكيمي، وفين غتقودنا الأمور هاد المرة، في منحى جديد ربما وفي طريق جديدة.